السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى ان شاء الله اكلتنا الكفته. ادينا اهو ضربنا البصل، هنحط عليه البقدونس، وهنحط عليهم قرن فلفل، اهو شايفين. هنحط بقى البهارات، ملح فلفل، شويه بهارات، بهارات كفته اهو، وضربناهم. احنا كده ضربناهم. هنحط عليهم بقى اللحمه وهنضربهم برضه. شايفين كده بقى؟ بعد ما ضربناه هننزل بقى الخلطة وهنصبعها اهو. كده الخلطة بقت معانا جاهزة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي يا أولاد، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليك يا نبي. شايفين؟ احنا بنحط لها بقى شوية بقسماط. في ناس بتبل عيش وتعصره وتحطه عادي. عندك بقسماط حطي، عندك عيش حطي. اهي شايفين؟ هنفضل بقى نعجنها كده لغاية ما كله يمتزج مع بعضيه. كله هيمتزج مع بعضيه. احنا بنحط على فكرة العيش او البتاع علشان نزود الخلطة شوية بتاعت اللحمة، لان احنا لو عملنا لحمة لوحدها مش هنلاحق. احنا كده عاوزين كيلو لحمة، واللحمة وصلت ل450 و500. هنلاحق منين؟ انت دبري امورك بقى، حطي اضافاتك، زودي اللحمة باي طريقة. تبلي بقى رغيف عيش، تحطي شوية بقسماط، اكيد ده او ده هتلاقيه عندك. جبنة العصاية هنقعد نصبع عليها اهي. بصوا شايفين؟ طبعا هنعمل الصباع قد الدماغ اهو. طبعا الصينية دي هنحط من تحتها حتة زبدة ولا حاجة. هوريكم في الاخر خالص هحط حتة الزبدة اهو. تاخدي الصبع على الرغيف على طول. شايفين كمان اللحمة رمت كتير ازاي مع حبة البقسماط الصغنطاطين اللي احنا حطيناهم اهو. واعدله. هي مين الإضاءة عاملة كده ليه؟ مش عارفة اهو. نصبع. شايفين؟ شيلي وحطي اهو. بعد ما خلصناه بصوا هنرمي بقى حتة الزبدة دي في النص كده ونودي على الفرن. هنا المية المغلية هنحط المكرونة، وهنا البطاطس بتتحمر. هنا هنرمي المكرونة نصفيها ونغسلها نشطفها. كان لسه في باقي في الحل على فكرة وحطيته. هنحط بقى شوية زيت وحتة تومة. التوم مع الطماطم بيخلي طعم المكرونة رهيب، جربوها كده. عايزة تحطي بصلاية حطي، ما فيش حاجة هتقول لا. ادي كيس الطماطم اللي كنا مفرزينه. اي حاجة تنفع اعمليها. وممكن تحطي توم وبصل مع بعض، بدل توم لوحده وبصل لوحده حطي توم وبصل مع بعض، هيبقى طعمه جميل جدا على فكرة. ومع الطماطم لو عملتي بصل مع الطماطم
مع حزمة كزبرة خضرة، المكرونة دي هتروح في حتة تانية خالص والله. جربوها كده. تشوحي البصلاية وتحطي طماطم وحطي معاها حزمة كزبرة خضرة، بتخلي طعم المكرونة رهيب. هنا طبعا حطينا فلفل كمون كزبرة وملح، وهنسيبها بقى تسيح مع نفسها اهي. انا بحاول برضو ايه اسيحها شويه، بس هي هتسيح على طول. ادي في الاخر الكفته، ادي المكرونه، وعامله لهم عصير فراوله والمخلل، والف هنا وشفا، والحمد لله، الف حمد وشكر ليك يا رب. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، رمضان كريم.